مقابلة الملعب الجبسي والملعب التونسي كانت مباراة الكرات الضائعة بامتياز، وكان الحوار التكتيكي بين المدربين أبرز عنوان. فريق الملعب التونسي ظهر بوجه مغاير لمرحلة الذهاب، واستيض رغم عطاء اللاعبين يتواصل معها العقم الهجومي في جولتين متتاليتين. أول تحرك لفريق البقلاوة كان بحملة مضادة وصلت فيها الكرة لمجد الشودي اللي وزع، ورأسية علي العابدي ترجعها الكرة العمودية لمرمى سامي هلال. القوابسية يرد بكرة توصل لأحمد ميدة اللي تصويبته لم تكن مؤطرة. نصف أولى ساعة كانت مملة وكثر فيها اللعب العشوائي والمخالفات بسبب الوضعية السيئة لمعشب جابس. وحقيقة الأمر أن الفترة الأولى كانت الفرص الضائعة للصيدة، على غرار اللقطة الأولى اللي فيها تبادل الكرة بين الأسعد بقير وفؤاد الغرايفي اللي قام بكل شيء وكورته مرة جانبية، والثانية بين حمزة البكوش وأحمد ميدة اللي أخطأت المرمى. في الشوط الثاني انتظرنا تغيير في طريقة اللعب، لكن وجدنا فريق يهاجم بدون تسييم وآخر يدافع، الشيء اللي خلى شهاب الليلي يقحم حمد الإسلامة وأكرم معتوم بغية التنشيط الهجومي. فريق الملعب التونسي كان منضبط دفاعيا وكان وفي للعب بالهجومات المعاكسة اللي كادت تثمر تصويبة قوية لأليكس سوميان كان ينهى بالمرصاد الحارس سامي هلال. الوقت يمر وحيرة المدرب الليلي تزداد في غياب اللمسة الأخيرة فريق والتفنن في الكرات الضائعة، وكان فريق البقلاوة قد سجل هدف لم يحتسبه الحكم لوجود العابدي في التسلل، وحتى أكرم معتوم في لقطته الأخيرة في نهاية المباراة لم تغير من النتيجة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي 0-0 بين الملعب الجابسي والملعب التونسي. خسرنا زوز نقاط اليوم في المباراة هذه، وكان على تقييم المباراة هذه الشوط الأول والشوط الثاني تشوف اخطر فرص جات الملعب التونسي 4 ولا 5 فرص صالحه للتسجيل، واقفين كوم بالفو ميلو دو تيران، تحس اللي فما سوليداريتي، تحس اللي فما روح، تحس اللي فما فريق حاسس اللي المسؤوليه كبرت عليه، ونتوقع وجه جديد للملعب التونسي حتشوفوه في المباريات الجايه ان شاء الله. قلقونا سيرتو اون دوزيام ميتون، قلقونا برشا، نزيتيو ان بو اكسبوزي سي فري وقلقونا شويه، لكن تبقى كي ما انهيناش المقابله، ما سجلناش الشوط الاول، عرفنا المقابله صعبه علينا في الشوط الثاني، لانه اكيد الولاد اللي عملنا حد 4 وحد يعني ما ليه الا ياثر على اللاعبين، وهذا اللي صار في دوزيام ميتون اثر علينا شويه،